فبيقول لها انت عايزين اقتلك ناس تانية. الامير هيتوج الصبح ملك، وبيبقى الملك مرمي وسط الجثث في الغابة. الصبح بقى بيبقى مجهز كل حاجة عشان الامير يبقى الملك، وبينشر اشاعات بين الناس ان الملك اتجنن من امبارح وقتل جدته ومسؤولين البلاط، وبعد ما خلص راح يصطاد، وده طبعا عشان يعرف يملك الامير. والمسؤولين اللي بيدعموه بيقولوا له بكرة الناس تأيدك انت وتخليك الملك. الكلام طبعا بيعجبه، بنروح للمهرج وبيبقى مش عارف مكان الملك فين وخارج يدور عليه. فالطاهية يوم بتديله العلقة بتاعتها عشان يديهاله ويقوله انها كويسة يعني. وبيبقى المطبخ في حالة فوضى كبيرة جدا من اللي حصل ومش فاهمين حاجة. وبيجي بقى خبر لعم الملك انهم فقدوا اثر الملك وان الحراس بتوعه على البوابة. فبيطلع بسرعة يشوفهم وبيلاقي الملك بره، وبيشوف المحظية كانج معاهم ضده. فبتقوله أنا كنت مستنية اليوم ده من بدري. وبيدخل بقى يتكلم مع عمه، واللي بيقوله إنه انتقل مكانه لموت أمه، وإنه لازم يتحمل المسؤولية هو بقى لأنه كده كده مخلوع، وهينفيل المكان اللي مامته مدفونة فيه. فبيوافق وبيوديه السجن وبيطلب مذكراته وبيكتب فيها رسالة لمحبوبته، والمهرب بيرميله العلقة فبيعرف إنها كويسة. وبيروح بقى يقول للطاهية يون إنه عايش بس هينفوه. فبتعرف إنهم هيعملوا فيه حاجة لأن في التاريخ مكتوب إنه هيموت بعد نفيه بحاجة بسيطة كده. فبيحطوا خطة عشان ينقذوه، وبتشوفه قبل ما ينقلوه، بس بيقول لها إنه حاطط خطة ما تقلقش. وبيروحوا بيه الغابة وبيطلعوه عشان يقتلوه، بس رجالته بتخلص عليهم. وبياخد سيفه وبيغير هدومه وبيقول إن أكيد عمي هيجي يتأكد من جثتي، لازم وقتها نقضي عليه. وفعلا بيجي مع رجالة كتير، بس الطاهية يون والمهرج ورجالته والطهاق كله بيجي عشان يساعد. وبيدخلوا بقى مع بعض وشوية، وبيجي تشونسينج عشان يجرب القنابل بتاعته عليهم بقى، وشوية ويخلصوا عليهم. بس عمه بياخد الطاغية يون كرهينة وبيقوله لو عايز تشوفها تاني تعالى لوحدك في المكان اللي شربنا فيه قبل ما تبقى ملك. فبيروح وراهم بسرعة لوحده، والباقي بيرجع على القصر يقتلوا كل اللي قايم على التمرد. وبيروح المهرج للمحذية كانج عشان ينتقم منها عشان اللي عملته في اخته. فبتقوله مش انت اللي تحدد نهايتي، انا اللي حددها. وبتروح قاتلة نفسها، والملك بيوصل للمكان بيلاقيها متربطة، وطبعا عمه بيحاول يقتله ويخلص منه، بس هي بتقدر تفك نفسها. فبيقول لها تهرب بسرعة، بس هي بترفض. وبتلاقي الكتاب في الأرض، وبيطلع إن الكتاب أصلا هي مذكراته، وده عمه بيبقى عايز يقتله، بس هي بتاخد الضربة مكانه، وده بيروح قايم قتله. وهي بتقوله أنا ما كنتش عايزة أمشي، أنا بحبك. وبتروح ميتة، والطقس بيتغير والكتاب بيتفتح وبينور، وبيروح واخدها جواه ويقفل على كده. وده بيقعد يعيط وبيقول هشوف طريقة واجيلك. وهي بتفوق بقى بتلاقي نفسها في المستشفى، فبتقوم تشوف الكتاب وبتلاقي أبوها، فبتحضنه وبتقعد تعيط. وبيرجعها البيت بقى وهي بتسأل جوجل على التاريخ، وبتلاقيه متغير ومكتوب انه مختفي وما لقيوش ليه جثة لحد دلوقتي. وبتطلع الكتاب تقرا فيه يمكن ترجع تاني، بس مفيش فايدة. فبتنام حضنه. بعد فترة بقى بتروح تشتغل في مطعم لمدة شهر عشان تساعد صاحبها في التقييم، وبتغير بقى القايمة بتاعتها لأكلات عملتها جوسين. وبتلاقي الشيفات اللي هناك هما اللي كانوا معاها في جوسين، فبتفرح جدا وبتتحمس وبتشرح لهم بقى هتعمل ايه، وبيبقوا فرحانين جدا بالشغل معاها. وبيجي بقى الشخص اللي المفروض هيقيم الأكل، بس بيرجع لها الطلب بحاجة غريبة جدا وهو أصلا ما لمسوش. فبتطلع له وبيبقى شبه كبير المستشارين جدا، فبتقول ايه ده، هو بيدور هنا كمان على الأخطاء، وبتزعق معاه. فبيقول لها شوفي بقى التقييم اللي هديهولك. وبيجي الملك يقول انا اللي هدوق الاكل بنفسي، ودي بتبقى مش مصدقه نفسها. فبيقول لها انا جيت عشان اوفي بوعدي، تعالي بقى ناكل وجبه مع بعض. وصاحب المطعم بيكلمها وبيقول لها ان الحكم ده طلع نصاب وطلبوا له الشرطه. وبتخرج بتلاقيه عامل لها الاكل
زي ما طلبت منه قبل كده، وبتسأله جيت ازاي، فبيقول لها انه سر، وبيخلص مسلسلنا هنا. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.